حاضر معنا أسطورة الكرة الجزائرية الكابتن رابح ماجر. كابتن مرحبا. اهلا بك، مرحبا بكم. نحييك ونحيي كل الزملاء اللي معك في الاستوديو ونقول للشعب التونسي بوناني، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كل عام وانت حي بخير كابتن، وسعداء جدا بحضورك معنا. على كابتن قبل الحديث على حظوظ المنتخبات العربية، تونس، الجزائر، المغرب ومصر، ابرز ذكرياتك ضد المنتخب الوطني التونسي، ولو انه اكثر المباريات اللي لعبتها ضد منتخب تونس كانت مباريات ودية كابتن. اكيد على كل حال كان دائما منافسه كبيره ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي، خاصه في سنوات السبعينات، وان كان دائما المنتخب التونسي يفوز على المنتخب الجزائري. حتى في سنوات الثمانينات الحمد لله اصبحنا نفوز على المنتخب التونسي حتى في تونس. كلنا نتذكر يعني لو 4-1 تاع ليزيميناتوار لا كوب دي موند في تونس لما فزنا عليه. ولكن هذه الذكريات جميله جدا، والكره التونسيه تبقى دائما مستوى كبير بلاعبين مميزين. يعني انا بكل صراحه جو غارد كو دي بون سوفنير في كل المباريات اللي لعبتهم مع المنتخب التونسي. كابتن، حظوظ المنتخبات العربية في كان الكوت ديفوار، حظوظ تونس، الجزائر، المغرب، مصر، نعرف أنه المهمة دائما تكون صعبة عندما تلعب المسابقة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، دائما تكون أصعب، خاصة بالنسبة لتونس والجزائر. المغرب وفقت مرة في الفوز باللقب من بلد إفريقي من جنوب الصحراء. مصر تخرج عن القاعدة وما عندها حتى مشكل يعني على هذا المستوى. صعوبة المهمة في هذه المرة في الكوت ديفوار. والله شوف بكل صراحة يعني مع كل يعني الاكسبيريونس تاعي اللي عرفتها في افريقيا مع المنتخب الوطني الجزائري، لحد الان لعبت مع المنتخب 6 نهائيات كأس افريقيا. لما تكون كأس افريقيا في افريقيا السمراء دائما نلقى صعوبات، مش فقط المنتخب الوطني الجزائري ولكن ايضا المنتخبات العربيه اللي تروح تلعب في افريقيا السمراء. على دو ليكيب تاع مصر اللي سبق وان فاز المنتخب المصري اكثر من مره كاس افريقيا في بلد افريقي سمراء يعني. لان انت عارف ظروف افريقيا صعبه جدا للمنتخبات العربيه. اولا فيه الرطوبه، في الحراره، في الحياه لافي كوتيديان اون افريك. يعني هذا كله ما يخدم اللاعب العربي الافريقي. يعني احنا عندنا انت عارف الفوتبول مغربي سي فوتبول تكنيك، سي فوتبول كي بلاي، سي فوتبول ان بتي بو افيكاس. مي لما نلعب في افريقيا نلقى صعوبات باسكو لا كونديسيون فيزيك اللي يتمتع بها اللاعب الافريقي في افريقيا هذا كيف لا ديفيرونس بين المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه في افريقيا. والتاريخ يعني عوضنا وقلنا وشفنا باللي دائما المنتخبات العربيه تلقى صعوبات. يعني نعطيك مثلا مثال في سنة 1990 لما فزنا بكأس افريقيا في الجزائر، المنتخب الجزائري فاز بالأداء وبالنتيجة. بعد ذلك سنتين بعدين لعبنا في زينغاشور في السنغال، خرجنا من الدور الأول يعني. ولعبت لا كوب هذه في لا غير كوب دافريك تاعي، ولكن لما تكون في الميدان tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, ما تنجمش ما تجري ما تنجمش تنفس. يعني هذا صعب جدا والناس ما يعرفوش هذه الامور الا الناس اللي لعبوا هذا الشيء هذايا وحسوا به. منتخب الوطني الجزائري ايضا في 2019 في مصر لما فزنا بكاس افريقيا يخرج من الدور الاول في الكاميرون. هذا دليل على كلامي. أنا أتمنى لحد الآن إلا المنتخب المصري ويعني إلى بيجا غانيي سيت كوب أكثر من مرة، سيت كوب دافريك دي ناسيون دون ان بيي دافريك نوار. الآن هل يحصل نفس السيناريو في الكوت ديفوار أم لا؟ يعني هذا ننتظروه ان شاء الله في الوقت المناسب تاع المباراه لكي نحكم على كل هذا الكلام اللي يتكلم عليه. تتفاعل معك كابتن رابح، منتخب مصر يخرج عن القاعده لانه ممكن عنده عديد اللاعبين المحليين خاصه في الاهلي المصري متعودين على الاجواء الافريقيه، مسابقه الشامبيونز ليج. هذا هو الكلام وانا متفق معك 100% وقلت هذا الكلام في السابق.
واضح. نعم. جيلكم كابتن رابح ماجر لعبت نهائي، لعبت مرتين نصف نهائي، توجت باللقب عام 90. كان بإمكانكم تحقيق أكثر من هذا، ممكن كان بإمكانكم تحقيق اللقب أكثر من مرة على الأقل. والله صح، يعني لما نشوف الكرة الجزائرية، لما نشوف المنتخب الجزائري كيف متكون باللاعبين المميزين، بالمدربين المميزين، يعني بعض الأحيان يعني الحظ ما يخدم المنتخبات العربية، خاصة لما تلعب يعني لأول مرة أنا شافي أنايا لعبنا في نيجيريا في سنة 1980 لحقنا للنهائي في لاغوس امام المنتخب النيجيري وخسرنا 3 أهداف مقابل 0. ولكن لما تشوف المباراه يعني الظروف صعبه جدا، وحتى المنتخب التونسي والمنتخب التونسي او المنتخب المغربي او المنتخب المصري حتى المنتخب الليبي يعني يلقاو صعوبات كثيره في افريقيا السمراء. لهذا يعني هذه الامور حتتغير في الكوت ديفوار ان تستمر هذه السياسه هذه اللي دائما نعاني عليها في افريقيا، لان الظروف بكل صراحه صعبه جدا. لازم يكون التحضير يعني بطريقه ذكيه جدا pour s'adapter au climat de l'Afrique. كما par exemple la Côte d'Ivoire المفروض منتخب عربي اللي يروح يشارك في كاس افريقيا في كوت ديفوار يعمل ان ستاج دو بريباراسيون دو 15 جور قريب على الكوت ديفوار pour s'adapter au climat ويلعب مباراتين وديتين لكي يحضر الفريق ويمكن يروح على طول مباشره الى الكوت ديفوار pour s'adapter au climat et pour s'adapter à beaucoup de choses, للرطوبه la chaleur et avec ça peut-être inchallah peut-être يعني الامور تتحسن. يعني ممكن استراتيجية جمال بالماضي واختيار التوغو، جمال بالماضي والاتحاد الجزائري لكرة القدم اختاروا التوغو للتعاود على الأجواء، كما أنه الملاعب في الكوت ديفوار ستكون مختلفة ممكن على اللي ريناه في كان الكاميرون، والأرضية السيئة جدا التي أعاقت ممكن لعب الجزائر، وحتى الفنيات اللي يتميز بها ملاعبية الجزائر ما لقاوهاش في الكاميرون. هكا ولا؟ لا شوف لما نتكلم على كأس إفريقيا شيء بلد إفريقي dans un pays d'Afrique noire يعني تلعب في نيجيريا أو تلعب في الكاميرون أو تلعب في الغانا أو تلعب في الكوت ديفوار في لو ميم كليما يعني قادر تلقى صعوبات في أي بلد تلعب فيها في إفريقيا. ما كانش الحل كما قلت لازم نعمل تحضير de 15 jours dans un pays limitrophe, c'est-à-dire un pays اللي قريب على الكوت ديفوار وتروح تلعب. هذا علاش؟ باسكو يا بوكو ديكيب تاع المغرب كو سوا الجيري ولا لا تونيزي ولا الماروك، عندنا لاعبين كثير من اللاعبين يلعبوا في اوروبا وما مش متعودين لما يجوا الى يشوفوا اجواء افريقيا يعني يسون لا بوش بي ما يعرفوش كيفاش. ولما تدخل في التيران كيف في ان ديماراج دو 10 متر قلبك يخرج ثاني يخرج يعني هذا ما يعرفوش. كما قلت انت كلمه من قبيل مليحه، هذا في طول الكونترير تاع المنتخب المصري، لان المنتخب المصري دائما كان متكون باللاعبين المحليين ويلعبوا لا كوب دو لا كاف، يلعبوا لا تشامبيونز ليغ. يعني اللاعبين لما يروحوا يسوا ادابتي ديجا اللي قاعدين يلعبوا فيها مع لي كلوب يروحوا للفريق الوطني خلاص هم متحضرين بدنيا. وهذا هو اللي لازم. رغم ذلك ممكن نلقاو صعوبات ايضا في افريقيا. يعني الاجواء الان احنا لما كنا نلعب الاجواء كانت صعبه كثير لان ليطا دو تيران سي لو تيران اللي امبراتيكابل. الان اون افريك كومام لي شوز اون ايفولوي سي بلو كوم افون. واضح. به منتخب تونس، خلينا نحكي شوي على تونس، يفتقد لنجوم من طينة رياض محرز، بن ناصر في الجزائر، محمد صلاح في المنتخب المصري، زياش أو حكيمي في المغرب. دائما منتخب تونس ما يعول على قوة المجموعة. كيف ترى حظوظ منتخب تونس في مجموعة فيها ناميبيا، مالي وجنوب أفريقيا؟ والله المنتخب التونسي قادر يمر في هذه المجموعة، قادر يمر للدور الثاني. المنتخب التونسي يعني دائما عنده فريق جيد وباللاعبين مميزين. يعني هو عارف المنتخب التونسي هذه فرصة كبيرة ليه لكي يقدم
واش لازم يقدموا في هذه الكأس الإفريقية. Le premier tour il est très important. Le premier tour il est très important. Il faut que les joueurs se donnent à fond. باسكو انسى احنا المغاربه ننساو لو كوتي تكنيك، احنا نعرفوا نلعبوا بالون نسوم دو بون تكنيسيان. نو اون افريك هذا سا مارش با. اون افريك سا مارش با، سي با كومو لوروب ولا لما تلعب مباراه في المغرب في تونس او في المغرب ولا في الجزائر. اون افريك il faut la condition physique. Il faut la condition physique et la morphologie aussi du joueur. Elle joue un rôle très important. Parce que pour gagner les duels en Afrique avec un joueur africain, on chauffe par exemple, شوف بوركينا فاسو ما شاء الله، تشوف اللاعبين تاعها كيف، وهذا الفريق تطور كثير. هذا سي باراي سي بور نيجيريا، سي باراي سي بور السنغال، بور الكاميرون. وهذه المنتخبات اللي ذكرتهم الان ممكن ايضا في منتخبات اخرى ما تكلمتش عليهم مثل المالي او منتخبات اخرى اللي سون كاليفيي. يعني هذا صعب جدا حذاري، فو فار تري اتونسيون باسكو حنايا لما فزنا بكاس افريقيا في مصر ورحنا للكاميرون، يعني احنا ما كناش دايرين في راسنا نخسر مع غينيا استوائيه ونتعادل مع سيراليون بوسيبل. ولكن الاجواء تاع افريقيا هي اللي خلت منتخبنا لم يظهر بمستوى جيد. منتخب الجزائر بالضبط، عودة يوسف البليلي اللي مر بفترة فراغ ثم عاد إلى مستواه مع المولودية. إسماعيل بن ناصر يعود من إصابة، كيف ترى حظوظ منتخب الجزائر خاصة بعد خيبة الأمال في كان الكاميرون وعدم التأهل لمونديال قطر اللي قعدت يعني غصة في قلوب الجماهير الجزائرية؟ شوف الحظوظ يعني بكل صراحة متساوية لما نقول تكلمت على المنتخبات العربية والمنتخبات افريقيا السمراء. يعني من الصعب جدا التكهن. سي تري ديفيسيل دو فير ان باري ونقول لازم هكذا من الصعب جدا، لأن هذا دورة إفريقية. توتي بوسيبل اون افريك، توتي بوسيبل. لهذا لازم يكون تحضير وقراءة صحيحة، نعرف كيف ندخل في المباراة الأولى تلعب دور كبير جدا وتطير ضد ماتش ضد أنغولا. مثلا يعطيك الصحة، سي ليكيب باس لو بروميي تور، هذا يرفع في معنويات اللاعبين وترجع الشهية، يقول لك أنا نزيد نزح باش نجوز الدوزيام تور، ومن بعد كل الأمور تمشي ان شاء الله. على كل حال نتمنى كل توفيق لمنتخب الوطني الجزائري، ونتمنى التوفيق ايضا للمنتخب المغربي والمنتخب التونسي ايضا والمنتخب المصري، لان هما راحوا يمثلونا كعرب، يمثلونا في كاس افريقيا في الكوت ديفوار. مع عوده البليلي تعتقد انه سيكون حاسم كابتن البليلي في كاس افريقيا الامم، خاصه وانه عنده تاريخ مع منتخب الجزائر وتوج باللقب في 2019؟ نشوف كيف راح يكون. اولا قبل كل شيء نشوف كيف راح يكون مردود الفريق كوليكتيفمون ماهوش انديفيديالمون، باسكو لافريك كونت هي هكذا النهائيات لازم نتكلم على المجموعه كيف راح تظهر في المستوى يعني تاعها. ولكن احنا ما نشوف يعني كيفاش نديروا ان باري سور ان جوور ولا دو جوور. نو سي 11 جوور. Si l'équipe marche très bien, هذاك النهار اوتوماتيكمون يبانوا لي جوار اللي تعلقوا في هذه البطوله الافريقيه. ولكن المجموعه تلعب دور كبير، خاصه الفو ان بلوك. الفو ان بلوك. بالليلي لاعب عنده امكانيات، نتمنى ان شاء الله كل توفيق. عارفوا شو ينتظروا في كاس افريقيا هذه. منتخب المغرب يقال انه المرشح رقم 1 للفوز باللقب بعد طبعا نصف نهائي تاريخي في المونديال، والركراكي مدرب المغرب وحتى المجموعه تعرض الى ضغوطات هائله. كابتن، كيفاش ترى انه يلزم يتعامل مع الضغوطات هذه وليد الركراكي، خاصه وانه في بعض الاحيان يحاول التخفيف من الضغط على المجموعه من خلال ممكن تصريحات كما انه المغرب سيلقى ظروف اخرى، المغرب ليس المرشح رقم 1، المغرب الهدف هو النصف النهائي وليس الفوز باللقب. كيفاش ترى الضغوطات هذه اللي يتعامل معها وليد الركراكي؟ هي شوف انا بكل صراحه ما نتكلمش على الضغوطات، لان هذا شيء طبيعي لما تشوف المنتخب المغربي ما قدمه في كاس العالم في قطر، يعني تألق وقدم مباراة كبيرة جدا. والآن الناس تنتظر من المنتخب المغربي أن يفوز بكأس إفريقيا. لكن حذاري اللي شفناه في قطر كأس العالم
اللي راح نشوفوه الان بظروف اخرى، ظروف صعبه، وهي افريقيا. المنتخب المغربي عمره ما فاز كاس افريقيا في افريقيا السمراء. نفس الشيء الى المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. لهذا ما نتكلمش على الضغوط، لان المفروض الواحد يدخل في المباراة يعني ينحي كاع هاد لا بريسيون هذه اللي في راسو ويدخل يلعب لكي يحقق نتائج، لان كأس العالم وكأس افريقيا تختلف تماما. سؤالي الأخير فيما يخص البنية التحتية في الجزائر وتطورها الملحوظ من خلال بناء عديد الملاعب في الفترة الأخيرة في السنوات القليلة الماضية، كيفاش ترى التطور هذا وقدرة الجزائر على احتضان تظاهرات عالمية كما كأس أفريقيا ولا حتى كأس العالم؟ علاش لا؟ لما لا، هذا شيء جميل يحصل للجزائر. الحمد لله الآن عندنا ملاعب de très très beaux stades et on est vraiment fiers d'avoir des stades comme ça, parce que qu'on le veuille ou pas, quand même, l'Algérie c'est un grand pays aussi, c'est une grande nation de sport, pas seulement au football. et لهذا اعتقد ان شاء الله في السنوات المقبله نزيد نعمل ولكي نعملوا دي كوب دافريك ان شاء الله، دي كوب اغاب، ولما لا يوم من الايام الجزائر يعني كيف نقولوا اورغانيز لا كوب دي موند. احنا مع الاسف كابتن ملعب المنزه اللي تعرفوا انت مليح لعبت فيه ملعب المنزه هكا ولا ملعب المنزه؟ نعم لعبت فيه وسجلت لكم اهداف من 2019 وهو في اشغال، والحقيقه نقاط استفهام عديده حول الاشغال في ملعب المنزه، ملعب اسطوري في تونس مع الاسف. شكرا لك كابتن رابح ماجر على رحابه صدرك، شكرا على المداخله، سعداء جدا بتدخلك معنا. هذا كابتن رابح ماجر بطل افريقيا مع المنتخب الجزائري 1990 تشامبيونز ليج مع بورتو عام 87، وهدف تاريخي، هدف أسطوري.